هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. معكم في ساعة اليوم الأربعاء 30 من سبتمبر صلاح محمد زين. بعد نشرة الأخبار سأقرأ عليكم تعليقا تحت عنوان قرابين طقوس إسياس ما بعد فضيحة دمحيت، ثم إعادة للجزء الأول من اللقاء الذي أجريناه مع المناضل أحمد القيسي. فاصل قصير وآتيكم بنشرة الأخبار التي أستهلها بأبرز العناوين. استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في أسمرة، وحملة اعتقالات جديدة تطال قادة عسكريين، والحكومة السودانية تتصدق على نظام أسمرة. إلى التفاصيل. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من العاصمة أسمرة أن النظام يقوم بحملة اعتقالات مسعورة طالت قادة عسكريين برتب عليا ووسطى من الذين ظل يستخدمهم في تنفيذ سياساته القمعية، حيث قامت أجهزة العصبة الاستبدادية في بحر هذا الأسبوع باقتحام منزل العقيد أسرات بلاي، وآخر لم يتسنى لمصادرنا التعرف على اسمه، واقتادتهما من منزليهما في حي سبيس 2001 إلى مكان مجهول. وأضافت المصادر أن العقيد أسرات بلاي قام بإطلاق النار على الأشخاص الذين داهموا منزله وهم يرتدون ملابس مدنية، وأصاب أحدهم بجروح بليغة قبل أن يتم القبض عليه أثناء محاولته الهروب من قبل مجموعة مسلحة أخرى كانت ترابط خارج منزله. هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للعنصر المصاب في مستشفى حليبت، ومن ثم نقل على وجه السرعة إلى مستشفى إينايل العسكري لتكملة العلاج. ويذكر أن رئيس العصبة الذي يعاني من هاجس الخوف والقلق الشديدين من المقاومة التي تتزايد في الداخل على سياساته الرعناء أمر خلال الأيام القليلة الماضية باعتقال 20 مسؤولا كانوا مجمدين منذ فترة من مهامهم بحجة أنهم يبيتون النية لتصفيته، وزج بهم في قسم التحقيقات الجنائية بسجن كارشيلي. تقوم سلطات زمرة إسياس أفورقي منذ يوم الخميس الفائت 24 من سبتمبر بهدم بيوت المواطنين في حي غودايف بالعاصمة أسمرة، وقد تمت هذه العملية في نفس الوقت الذي كان يستعد فيه سكان الحي للاحتفال بالمناسبة الدينية السنوية المعروفة محليا بنقدت، والتي جرى الاحتفال بها أمس الثلاثاء في أجواء كئيبة. وازداد المشهد قتامة وكآبة بمنظر عشرات الأسر التي ظلت لأيام وليالي طويلة تبيت في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء. هذا وقد قامت سلطات زمرة إسياس بهدم منزل إحدى النساء مع كامل ممتلكاتها بسبب رفضها إخراج أي شيء من أمتعتها. وعلى صعيد آخر أبلغت سلطات زمرة إسياس المواطنين أن عليهم أن يقوموا بهدم بيوتهم بأنفسهم، وإلا سيدفعون تكاليف هدمها إذا قامت سلطات البلدية بذلك. وتأتي عمليات الهدم والتكسير هذه تماشيا مع سياسة التضييق على أبناء الشعب الإريتري بغرض إلهاء السكان عن التفكير والمطالبة بتطبيق الدستور وحكم القانون. قدمت الحكومة السودانية منحة عينية تمثلت في 10,000 طن من الغلال والحبوب الغذائية،
وذلك سعيا منها لدرء الفجوة الغذائية الحادة التي يتكتم عليها نظام عصابة أسمرة. وقد بدأت شحنات المعونة السودانية للنظام في الوصول إلى إريتريا يوم الاثنين الماضي 28 من سبتمبر. هذا وقد تسبب سوء تصرف زمرة أسمرة في المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمواد الغذائية ورداءة التخزين في تلف كميات ضخمة كان يمكن أن تغطي احتياجات إريتريا حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى أن فشل الموسم الزراعي بسبب عدم تواجد المزارعين في حقولهم نتيجة لسياسات التجنيد الإلزامي الرعناء وأسباب أخرى طبيعية متعلقة بشح الأمطار وموجة الجفاف التي ضربت المنطقة والتي احتاطت لها الحكومات المجاورة مسبقا، حيث تم ترشيد الصرف والتخزين اللازم للغلال والإعلان المبكر عن نذر الندرة في الحبوب الغذائية. بينما تعاملت العصابة الحاكمة في إريتريا كعادتها بمكابرة جوفاء جعلت الأزمة حقيقة واقعة، مما اضطرها لمنح بعض التجار الموالين لها امتيازات استيراد تلك الحبوب الغذائية بمبالغ طائلة جدا، مثل الامتياز الذي حصل عليه التاجر حامد عبد الله إدريس وهو أحد واجهات شركة البحر الأحمر لشراء قمح وذرة من سوق المحاصيل بولاية القضارف السودانية، الشيء الذي كشف نفاذ المخزون الاستراتيجي ودفع الحكومة السودانية لتقديم المنحة التي اعتبرها بعض المراقبين إحراجا متعمدا قصدت الحكومة السودانية منه توصيل رسالة لنظيرتها الإريترية بأن مثل هذه الصفقات الكبيرة والهامة كان يجب أن تتم بين الجهات المعنية مباشرة بدلا من استخدام الوسطاء ومحاولات اللعب تحت الطاولة. اعترفت قيادة الشرطة الإريترية بواقع العجز التام الذي تمر به قواتها، حيث لا تملك مركبات للطواف والنجدة فضلا عن التدخل السريع عند الطوارئ. جاء هذا الاعتراف خلال اجتماعاتها لتقييم الأداء الشرطي للربع الثالث لهذا العام التي انعقدت بأكاديمية الشرطة بمدينة دق محري في 21 من شهر سبتمبر. كما صرحت قيادة الشرطة بتناقص عدد قواتها بسبب الهروب المستمر والغياب غير المبرر وشح الإمدادات والتعيينات اللازمة لمعيشة الحراس والمحتجزين في مختلف القضايا، وعجز وحدات شرطة مراقبة المرور لتعطل مركباتها وانعدام قطع الغيار وتجميد مجمل الأعمال الإدارية لشح الأدوات المكتبية وعدم توفر الكهرباء في ساعات الدوام. وبالمقابل تفشت الجرائم والتجاوزات وعمت الفوضى وأصبحت قوات الشرطة غير آمنة حتى على أرواح منتسبيها. هذا واستعرض التقييم الربع السنوي نوعية الجرائم المسجلة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، والتي اشتملت على جرائم السرقات والمداهمات في المنازل والنهب المسلح والقتل والاختطاف والسطو والتهريب والاغتصاب ومخالفات قانون المرور. وخلص اجتماع قادة الشرطة إلى أن الوضع لا يحتمل التأخير ولا بد من توفير المعينات اللازمة حتى تقوم الشرطة بالدور المنوط بها. كما ناشدت قيادة الشرطة الهيئة القضائية والنيابة العامة بتعجيل الإجراءات الخاصة بالمحتجزين كجزء من الحلول اللازمة المتعلقة بضرورة توفير الحراسة الآمنة والإعاشة اللازمة. تفيد الأنباء الواردة إلينا من معسكر ساوى للتدريب العسكري بأن مدرسة وارساي كألو بالمعسكر تعاني من نقص حاد في المعلمين، وذلك لعدم التحاق نصف العدد الذي أجبر على قيادة العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، مما دفع إدارة المدرسة إلى إسناد مهمة التعليم إلى عدد قليل من المعلمين، مما يشكل ذلك عبئا كبيرا على المعلمين والطلاب في آن واحد، ويؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية برمتها. ولحل هذا الإشكال يقوم وزير تعليم العصبة الحاكمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية باقتياد المعلمين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة خلال العام الدراسي الحالي إلى ساوى. ويذكر أن العملية التعليمية في بلادنا تعاني منذ فترة من منهج ارتجالي لا يراعي الظروف الموضوعية والذاتية التي تصاحبها، وإنما وضع على أساس مزاج ورغبة رئيس العصبة المتمثلة في تدمير مقدرات البلاد الوطنية بأي شكل من الأشكال. فمنذ تأسيس ما تسمى بمدرسة وارساي كألو وحصر السنة الأخيرة للمرحلة الثانوية في معسكر التدريب العسكري بساوى بدأ تفريغ التعليم من محتواه،
حيث أصبحت هذه المدرسة مفرخة للجهل واللامبالاة وفقدان الأمل ووكرا للاختلاط، فضلا عن اقتياد المعلمين إلى برنامج التدريب العسكري ضمن ما يسمى بوحدات الجيش الشعبي، حيث كان لهذا البرنامج نتائج سيئة على التعليم نتيجة لعزوف العديد من المعلمين عن مزاولة عملية التدريس والبحث عن وسائل أخرى لكسب العيش وإعالة أبنائهم بعيدا عن مهنة التعليم الجليلة، بعد أن أصبحت في بلادنا مهزلة تدمي القلوب عكس حالها في بقية دول العالم التي تحظى بمكانة رفيعة. انتهت النشرة. قرابين طقوس إسياس ما بعد فضيحة دمحيت. لم يهدأ الحديث بعد عن هروب قائد قوات المعارضة الإثيوبية المعروفة باسم دمحيت من إريتريا إلى إثيوبيا مع عدد كبير من قواته. وكعادته تكتم نظام زمرة إسياس على الحدث رغم أنه حدث جلل هز أركان نظامه. وبدورهم هلل المعارضون للنظام لهذا التطور واعتبروه مؤشرا قويا على قرب انهياره. لكن بغض النظر عن قراءة هذا الطرف أو ذاك، فإن المراقبين يجمعون على أن هذا الحدث قد يكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فزعيم الزمرة إسياس شخصيا كان يعول كثيرا على هذه القوة، ليس في إضعاف النظام الإثيوبي فحسب، وإنما في تشديد قبضته على الوضع الداخلي، حيث لم يعد سرا وباعتراف قائد قوات دمحيت الفار مولا أسكادوم بأنهم كانوا يكلفون بحراسة المنشآت الحساسة والهامة ويشاركون كقوة أساسية في حملات الاعتقالات الجماعية للشباب الإريتري للزج بهم في مطحنة التجنيد الإجباري الذي أصبح أبرز مظاهر عبودية عصرنا الراهن. كما كانوا يشاركون في حراسة الحدود لمنع وإعدام كل من يحاول الهروب إلى خارج البلاد، وذلك إضافة إلى مهام سرية خطيرة أخرى لتثبيت النظام. خارجيا كان للحدث تداعيات خطيرة، لعل أبرزها رد فعل الحكومة الإثيوبية التي رأت في الحدث دليلا قويا وجديدا على إدانة نظام إسياس وفضح دوره في زعزعة استقرار دول الجوار بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص. وتوعد رئيس الوزراء الإثيوبي هايلة ماريام دسالين بأن بلاده ستتخذ إجراءات نوعية لتصحيح هذه الأوضاع. ويشير هذا التطور إلى أن الفترة القادمة ستكون حبلى بالتطورات التي ربما تغير الكثير من حقائق الواقع السائدة على الأرض. رد فعل نظام زمرة إسياس على الحدث لم يكن مستغربا، فالتكتم هي السمة البارزة في طريقة عمل النظام، لهذا لم يصدر أي تصريح رسمي بهذا الشأن. لكن على غير العادة نشر وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسقل في حسابه الخاص في الشبكة العنكبوتية هذا الخبر منسوبا إلى محطة إيسات التابعة للمعارضة الإثيوبية. ويؤكد المطلعون على نهج نظام أسمرة أن وزير الإعلام لا يمكن أن يتجرأ على هذا التصرف لو لم يجد الضوء الأخضر من زعيم الزمرة مباشرة، بل أن البعض يؤكد أنه قد فعل ذلك بطلب مباشر منه، وهو ما يكشف أنها محاولة خجولة للرد على الانتقادات الداخلية المستمرة لسياسة محاولة تغطية الشمس بكف اليد. وفي محاولة أيضا لاحتواء الصدمة داخليا، قام النظام من خلال حزبه الهكدف بالدعوة إلى اجتماعات عامة للمواطنين في الأحياء المختلفة، وهي طريقة لنشر المعلومات التي يريد النظام توصيلها دون أن يلتزم بها، حيث أنها غير موثقة ويمكن التنصل منها في أي لحظة. وقد تم في هذه الاجتماعات توضيح أن الهروب حدث من قبل مجموعة صغيرة من المعارضة الإثيوبية، وقام موقع تسفانا الذي يديره تنظيم الهكدف بشكل غير رسمي بنشر تعليق
يوضح أن قوات المعارضة الإثيوبية المعروفة بدمحيت قد تمكنت من لملمة أطرافها وتجاوز المحنة التي مرت بها. لكن أين تكمن الحقيقة وراء كل ذلك؟ المعلومات الواردة إلينا من مصادر موثوقة في إريتريا تؤكد أنه بعد انكشاف محاولة الهروب ونجاحها حدث تبادل للاتهامات وتم إلقاء اللوم على وحدة المخابرات الحدودية، واعتقل معظم أعضائها رغم أن هذا الأمر يصعب ربطه بمهام هذه الوحدات الاستخباراتية. لكن يبدو أنه كان لابد من تقديم كبش فداء وقرابين لطقوس إسياس في مثل هذه الحالات. على صعيد آخر، كشفت المعلومات الواردة من أسمرة أن الأمر لا يتعلق بمجموعة صغيرة انشقت عن المعارضة، فإن رئيس قسم الحسابات المالية لدمحيت قد فر على متن سيارة عسكرية تابعة لقوات الدفاع الإريترية حاملا معه أموالا طائلة، كما فر المسؤول الإعلامي لتنظيم دمحيت في توقيت مماثل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فعندما تقرر مطاردة الوحدات الهاربة من دمحيت واللحاق بها، تحرك لواءان، أحدهما يتكون من قوات إريترية بقيادة اللواء جمال المكلف بمتابعة الجوانب العسكرية لقوات المعارضة الإثيوبية، ولواء آخر يتكون من الإثيوبيين من بقايا مقاتلي دمحيت. ولكن قبل أن تتقدم هذه القوات كثيرا، فر القائد الإثيوبي للواء الثاني ولحق بمجموعة رئيس تنظيمه مولا أسقدوم وانضم إليهم. هذه الحقائق تكشف أن عملية الهروب، أو بالأحرى فكرة الهروب، لم تكن قاصرة على مجموعة محددة، وأن تنفيذها بهذا الشكل قد يكون ناتجا عن عدم تواجد هذه القوات بشكل موحد في المناطق الحدودية الملاصقة لإثيوبيا. وهذا بدوره يطرح تساؤلات أخرى: كيف سيتعامل نظام زمرة إسياس مع العدد الكبير من قوات دمحيت المتبقية، والتي تحولت من قوات موثوق بها بشكل مطلق إلى قوات يمكن أن تشكل طابورا خامسا خطيرا يهدد النظام في حد ذاته؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة، التي كما قلنا في البداية أنها أيام حبلى بالتطورات الهامة التي قد تغير الكثير من الحقائق على الأرض. أهلا بكم مرة أخرى مستمعي ومستمعات صوت المنتدى في هذا البرنامج الذي نخصصه للحديث عن المجموعة الإصلاحية التي عرفت بG15، وهم قادة كبار في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا قبل التحرير وبعده، ووزراء وأعضاء برلمان. زج بهم رأس العصابة الحاكمة إسياس في غياهب معتقلاته منذ 14 عام، فقط لأنهم طالبوا بإصلاحات سياسية وتفعيل الدستور وإشراك الشعب في إدارة شؤون بلاده. للمزيد حول هذا الموضوع نستضيف أنا وزميلتي آمال علي المناضل أحمد القيسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ القيسي. مساء الخيرات. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. قبل الدخول مباشرة في التعريف بأعضاء مجموعة الG15 أو مجموعة ال15 وما هي طرحها في ذلك الوقت، كتمهيد نبدأ. الشاب أحمد صالح القيسي كيف التحق بالثورة؟ ما هي كانت الخلفية؟ وبمن التقى في بدايات تأسيس أو بدايات التحاقه وانخراطه في الثورة الإريترية؟ تفضل. البدايات مع الثورة الإريترية هي بدأت في دمشق. أنا غادرت أسمرة بشكل مبكر جدا. مغادرتي كانت إلى اليمن، وعشت فترة في اليمن حتى حصلت على الثانوية العامة، ثم من بعدها منحت منحة إلى دمشق
كانت مصادفة تاريخية أنه جئت إلى دمشق. أيامها دمشق كانت تمثل نوع من القاعدة بالنسبة للثورة. فاللي حدث في مكتب دمشق بدأت أتعرف على كثير من الأخوة المقاتلين. هذا كان سنة 1968. وهكذا الأجواء العامة والظروف العامة التي كانت تحكم الثورة الإثرية في هذاك الزمن كانت نقاشات كثيرة، وجو كثير من الرفاق على رأسهم الأخ أبو بكر محمد حسن، وكان أول خريج جامعي من جامعة عين شمس القاهرة إلى دمشق. قبلها تعرفت بإبراهيم عافا، أيضا بالأخ علي سيد. علي سيد أنا كنت أعرفه من زمان في أسمرة، إنما معرفة عن بعد. والأخ حسن حمد أمير، ورفيق الدرب الأخ أحمد طاهر بادوري، باعتبار بادوري جاء إلى دمشق لمواصلة دراساته العليا في جامعة حلب. وهكذا كان الانخراط عميق جدا من خلال هذه الأخوة، ومن خلال النقاشات التي كانت تدور بيننا حول الأوضاع العامة، وكانت ساخنة بالفعل في هذاك الظرف. والأشياء التي يجب أن تكون لنا فيها إسهام لتصحيح المسار. قد يكون الطموح كبير جدا بالنسبة لنا، إنما كنا ننظر إلى هذه المسائل على أساس إنها واجب يجب أن يتم. هذه كانت بداية المدخل إلى قضايا الثورة الإريترية. تدريجيا مع الزمن بقينا في دمشق أنا والأخ أحمد هلال والأخ أحمد طاهر بادوري، وبدأنا ننسق على أساس بداية تكوين خلايا ذات توجه ديمقراطي، إلى جانب الأخوة اللي ذكرتهم كانوا متحمسين لهذه الأشياء. فكان القرار حاسم بالنسبة للأخ أبو بكر محمد حسن. إذا كان هناك من تصحيح وإذا كان هناك من أمل للتغيير، يجب الالتحاق بالثورة وليس إدارة الأمور عبر ريموت كنترول عن بعد. فلذا اتخذ القرار على أساس أن نتواجد الجميع في الميدان، وهكذا بدأت المسيرة. الكلام هذا كان سنة 1900 وبدايات 71. هكذا كان التحاقي بالثورة الإريترية. طيب، في أي منطقة من ميدان الثورة الإريترية نزلت في بداية، وبمن التقيت؟ الرحلة كانت كالآتي. الأخوة إبراهيم عافا أجى من كوبا، توجه إلى الميدان في بداية تأسيس قوات التحرير الشعبية. طبعا مجموع هؤلاء الرفاق لم يكونوا مقتنعين بأوضاع جبهة التحرير الإريترية آنذاك، وكان الأسهل والأقرب لعملية تصحيح المسار أو إيجاد البيئة المناسبة لعملية التصحيح يجب أن تكون من قوات التحرير الشعبية. قد تكون في هناك اعتبارات، بمعنى أن معظم الأخوة ينتمون إلى تلك المنطقة، لهم معرفة برفاق موجودين في الميدان متحمسين لعملية التصحيح. يعني كانت العوامل الموضوعية والذاتية متوفرة إلى جانب قوات التحرير الشعبية. ولكن من سوء الطالع أن قوات التحرير الشعبية وبداية تأسيسها في سدوحة عيلة، واللي حضروا إبراهيم وأبو بكر وغيرهم، بعد فترة وجيزة لم توفق، حصل انقسامات، انسحبت القوات التي جاءت من الساحل وما يعرف أيامها بمجموعة أبو طيارة، وعادت عبر السودان إلى منطقة الساحل. الأخوة أبناء قومية التجرينية أيضا كان لهم كثير من التحفظات في تكوين القوى وإلى آخره. بعضهم انسحب وعاد إلى القرى
في المرتفعات، وبعضهم التحق مباشرة بالمجموعة الذي هربت وكان يقودها إسياس أفورقي في منطقة عالة ومرتفعات شمال شرق أسمرة. فهكذا كانت البداية. أنا تقريبا العنصر الوحيد الذي دخلت متأخر إلى الميدان. برضو نزلت في دنكاليا، لكن دنكاليا في الشمال في منطقة بوري، وكانت كنت آخر الأفراد اللي التحقوا بالمجموعة. فالتحاقي كان سنة 1971 أعتقد، كان في شهر إبريل أو مارس على ما يبدو لي. فمن هنا تبدأ رحلة الثورة إلى إعلان الاستقلال. إذن أستاذ أحمد، هذه البدايات في انضمامك لصفوف الثورة الإريترية في مطلع السبعينات ونزولك في الميدان وسط مجموعة من المقاتلين، هم اليوم يشكلون الأسماء التي سنتحدث عنها في الذكرى 14 لاعتقالهم للأسف. نعود لنفس المكان لنتحدث عنهم. هل قبل أن نتحدث عن مسألة الاعتقالات وما يحدث الآن في إريتريا، هل لنا أن نعود قليلا أيضا لتلك الفترة التاريخية وتحدثنا عن علاقاتك الشخصية وارتباطاتك بهؤلاء المعتقلون، مجموعة 15 من يعني مسؤولي الحكومة الإريترية ومناضلين سابقين مؤسسين للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا؟ أستاذ أحمد، قد يكون معظم الناس اللي كونوا ما يسمى بمجموعة 15 ليسوا كل تلك العناصر كانت موجودة في ذلك الوقت. يعني الشخصية البارزة من مجموعة 15 واللي كانت متواجدة لحظة ما التحقت بالثورة هو الأخ محمود شريفو، وأول شخص التقيت به في اللحظة اللي وطأت فيها قدمي الساحل الإريتري. بقية العناصر طبعا تشتتت في دروب مختلفة ونهايات مختلفة، مثلا وفاة الأخ ولا استشهاد الأخ علي سيد، استشهاد الأخ أحمد هلال، استشهاد الأخ أبو بكر محمد حسن، من الجماعة اللي التقيتهم في اللحظة هذيك والمجموعة الجروب بتاعتنا زي ما تقولين. فمن متبقين على قيد الحياة يمكن أحمد طاهر بادوري، رمضان محمد نور، مسفون حاجوس أعتقد كان في هذيك الفترة في دنكاليا. فأنا المركب اللي جيت به أصلا كان يحمل أسلحة وإلى آخره، فالناس كانت مشغولة بعملية الأسلحة والأمور هذه، وفي جزء من المجاميع على طول أخذت ما تيسر من تلك الأسلحة وانسحبت مباشرة من الموقع، نتيجة كان في كلام إنه في تحركات إثيوبية هناك. فالشخصية البارزة من جماعة G15 اللي التقيت بها في أول لحظة وصولي إلى الميدان هو الأخ محمود شريف. نعم. إذن يعني بالعودة أيضا وما زلنا في بدايات التحاقك بالثورة وعلاقاتك على المستوى الإنساني اليوم، قبل أن نخوض في الموضوع سياسيا من خلال هذه المقابلة أستاذ أحمد. يعني اليوم ونحن نقف على 14 عاما من الاعتقال، وأنت ربطتك بهم علاقة إنسانية قبل كل شيء. هل حدثتنا عن هؤلاء الأشخاص ومشاعرك اليوم وأنت تتحدث عنهم في بعد سنوات طويلة من الغياب؟ والله أنا أقدر أقول هي محطات. إذا كنا نربط هؤلاء الأفراد ليس G15 ولكن بصورة عامة من البدايات، هي محطات كانت فيها كثير من الصدمات برغم الإنجازات العظيمة الذي أدخلوها هؤلاء الرفاق. مثلا
بعد تحركنا من دنكاليا نحن رحنا مباشرة إلى قدم، وكان في اجتماع في قدم، وتعرفت لأول مرة بالأخ محمد علي عمره. أيضا بعدها بأيام جاء إسياس أفورقي للقاء بالقيادة بتاع ما يسمى بالجانب الأول والتنسيق بينهم، إنما سبقتها مسألة واحدة، إنه الكل كان مقتنع بضرورة تأسيس حزب يساري قائم على النظرية الثورية اللي هي بطبيعة الحال الماركسية اللينينية أيامها. بعدها بأيام مباشرة طلب مننا على أساس أنه حيحصل اجتماع، وأذكر التاريخ بشكل محدد، يوم 4 شهر 4 1971. هنا كانت بداية تأسيس الحزب، ما يعرف بالحزب السري للجبهة الشعبية. أسس في تلك اللحظة، وما زال التنظيم قوات التحرير الشعبية، وما زال التنظيم منقسم وإلى آخره. والعناصر اللي جاءت من دمشق بالإضافة إلى محمد علي عمره، بالإضافة إلى إسياس أفورقي، مسفون حاجوس، معشو إمباية، أضيفوا لهذيك الكوكبة اللي جاءت من دمشق، وبدأ تأسيس الحزب، حزب الشعب الثوري، كحزب يجمع القوى الديمقراطية لإحداث التغيير في الساحة الإريترية. هذا اللي كان المقصود. فأسس وعمل له برنامج وأشياء من هذا النوع. إحنا المجموعة هذه اجتمعت وقررت، ورغم من الاجتماع ما طال، لأنه حصل أن الإثيوبيين عملوا عملية إنزال للقوات البحرية بتاعتهم، لموضوع كانت في طائرة سقطت في المحيط اللي عقدنا فيه الاجتماع. فكان الاجتماع جدا مختصر، وكان في تفاهم. من جملة القرارات اللي اتخذها الاجتماع أنه يبقى الجانب الأول كما هو، والجانب الثاني يبقى كما هو. وكانت هناك حساسية حول هذا الموضوع، لأنه الجانب الثاني كان قوامه كله من أبناء قومية التجرينية، وهذه كانت تسبب نوع من الحساسية. إنما لظرف معين ولظروف معينة عاشتها هذه القومية في فترة الستينات، يجب أن تكون هناك مرحلة انتقالية لخلق نوع من الثقة، وأن يلعب الحزب دور في دمج كلا القوتين. هذا أكبر إنجاز حقق، وعمري التنظيمي لا يتجاوز 16 يوما، وهذه مفارقة في التاريخ. بعد 20 سنة أنا إسياس في نقاش عادي أثار هذه المسألة، وأجا قال أنا لما أسسنا الحزب وحضرنا لم أكن مقتنعا بك، ولم أكن مقتنعا ببادوري ومعشو مباية. هو يقصد أنه أنتم صغار جدا على تجربة وعاملين فيها مفكرين كبار حتى تفرضوا حاجة من هذا النوع. كان سياقة الكلام، لكن الكلام أجى بعد 20 سنة، يعني بعد ما ناس أثبتت فعلا الجدوى من الخطوة اللي عملتها، ودخلت في نوع من الالتزام أمام جماهيرها وشهدائها وشعبها. هذا هو الحدث رقم 1. بعدها مباشرة تم عملية ما يسمى بالتخليط للجانب الأول، وأعطيت أسلحة وذخائر للجانب الثاني، الأشياء اللي كانت متوفرة للجانب الأول. وبدأنا في تشكيل ما يسمى التنظيم الثوري، أقصد اللي هي قوات التحرير الشعبية اللي عرفناها بعدين. لكن جت محطات أدت إلى اختفاء العناصر الأساسية، سواء كان من الحزب أو من الجبهة. بعدها بفترة استشهد الأخ أبو بكر محمد حسن في الحرب الأهلية، وهذه كانت كارثة بكل المعاني. أنا إلى يومنا هذا أعتبر استشهاد هذا الإنسان كانت خسارة فادحة للثورة الإريترية، مع احترامي للكل. لكن أعتقد أنه هذا الرجل كان له دور يقدمه وإسهام عظيم لتجربة الثورة الإريترية.
جلسنا فترة قصيرة، استشهد الأخ أحمد هلال، وهكذا دواليك دخلنا في متاهة فقدان الرجال الحقيقيين. هذه كانت التجربة الأولى واللي سببت لي صدمة ما في شك إلى يومنا هذا. ثم جاء إسياس بعد أن حكم إريتريا وكمل الشابتر بإنهاء ناس هم صنعوه أصلا. إسياس لا يساوي شيء دون هؤلاء الناس، لكن جت ظروف تاريخية معينة بظرف معين تخلص من هؤلاء الناس وانفرد بالسلطة وانفرد بالقرار وانفرد بالاستمرار في العبث اللي نشاهده إلى يومنا هذا. طيب لازلنا لم ندخل يعني في لب الموضوع، ولكن هو تمهيد، وتمهيد يقودنا إلى الدخول إلى تفسير ما حدث في بعد الجولة الثالثة من الحرب الإريترية الإثيوبية اللي هي بدأت في 1998 وانتهت في 2000. خلينا نقول قبل أن يحكم إسياس إريتريا، هل كانت هناك بوادر خلاف أو مبادرات للإصلاح؟ هل كان هناك من يختلف مع إسياس في طريقة حكمه أو في طريقة تسييره للتنظيم بالأصح؟ لا، الواقع لا يمكن الحديث بحيث أنه واحد يقول أنه والله لم يكن هناك خلافا. الناس كانت تختلف، ولكن كانت تختلف من باب الاجتهادات. كلنا كنا بهذه الطريقة، لكن خلاف عميق يؤدي إلى انقسام ما كان موجود ولا كان في تفكير الناس إطلاقا، لسبب بسيط جدا. عملية دفع التناقض إلى حد الانقطاع مسألة في منتهى البساطة يعني. إنما المصلحة العليا في استمرارية الثورة، المصلحة العليا في عدم المس بالنضال الوطني مقابل اجتهادات أو رؤى تؤدي إلى هذا الانقسام، هذا كان شيء مستبعد في قيادة الجبهة الشعبية. أنا شخصيا حصل بيني وبين إسياس خلاف وأدى إلى سجني، لكن وأعرف أنا في ناس وقفت مواقف رائعة جدا فيما يتعلق بموضوعي من G15 وعلى رأسهم كان شريفه. لكن الكل كان يحرص أنه أي قضية يجب ألا توصل بنا إلى حد القطيعة والانقسام والتشتت. أنا أعتقد هذا الشيء لو كان متوفر بنسبة معينة حتى في تجربة جبهة التحرير، أعتقد أن جبهة التحرير كانت تجنبت قضية الانقسامات والخروج من الميدان. أنا عندي قناعة أنه سبب انهيار جبهة التحرير ليس لقوة الجبهة الشعبية. الكلام هذا هو تحصيل حاصل، يعني ما حدث بين الجبهة الشعبية وجبهة التحرير تحصيل حاصل، لكن لا يمكن أن نقول أن عضلات الشعبية كانت أكبر من عضلات جبهة التحرير وأدت إلى خروجها من الميدان. أنا في اعتقادي السبب الرئيسي والعميق الذي أدى إلى تشتت جبهة التحرير الإريتريا وخروجها من الميدان هو الخلافات الداخلية الذي أنهكت التنظيم. نعم. ففي الجبهة الشعبية كان في حرص أن الأمور ما تصل إلى هذا المستوى. في ناس كثيرين الآن من باب المزاودات يقولون الناس هذين ليش يتكلموا الآن، ليش ما تكلموا بدري؟ يا عمي كان عندك بلد أنت بدري حتى تتكلم. ناس كانت تحافظ على بلد وشعب أكثر من أن يكون في نزوة بتاع تنظيرات سياسية أو خلافي مع فلان وعلان. ناس كانت تضغط على نفسها وتضغط على أمور كثيرة وتتجاوزها حرصا على سلامة وحدة التنظيم، وإلا كانت المسألة في منتهى البساطة. يظهر أي تناقض وفي النهاية كلنا نشرف إلى كسلة ومقاهي كسلة ومقهى عرتات في جدة. المسألة كانت في منتهى البساطة، يعني ما فيها أي شيء. فعملية المزاودات، نحن في زمن سيء على كل حال وزمن خبل وهبل. ليس هناك تقدير للموقف. قوة الجبهة الشعبية استمدت من أنها حافظت على وحدتها، وكوادرها وقياداتها كانت
تتعالى وتتسامى على كثير من الأمور، مضحية من أجل هدف واحد، أنه التنظيم هذا يبقى متماسك حتى النهاية وهزيمة العدو الإثيوبي. فكانت في كثير من الأمور، لكن ما كانت الناس تندفع باتجاه تعريض التنظيم للخطر. أيوة. نعم، هنا أستاذ أحمد، يعني قوة التنظيم في كونه أنه هو كان تنظيم متماسك ويعني متجاوز لخلافات أساسية. يعني الكثير يحلل هذا بأنه التنظيم كان هو تنظيم عسكري، يعني حتى في طريقة إدارة الخلافات وغيره. يعني كون تنظيم الجبهة الشعبية تمكن من تحقيق الإنجازات هذه كلها نتيجة للطبيعة العسكرية التي تحكم العلاقة بين أفراد التنظيم، وهذه كانت على حساب الوعي السياسي، أو لنقل المساحة السياسية التي تتيح مجال للاختلاف ولمجال لتأسيس لمفاهيم ديمقراطية، وهي التي دفع ثمنها أعضاء التنظيم لاحقا، يعني كما نرى اليوم. أستاذ أحمد، ما رأيك في هذا التحليل؟ أنا لا أتفق مع هذا النوع من التحليل. الظاهرة اللي ذكرتيها يمكن جاءت متأخرة في حياة هذا التنظيم، وسببها الأساسي هو المواجهة العنيفة. يعني مثلا ما حدثت من معارك، مثلا جبهة نادو انتهت في خلال 3 أيام، في جبهة عرضها 40 كيلومتر. الجانب، أنا حتكلم عن الجانب الإثيوبي، يعني خسائره كم كانت وبأي حجم كانت. خسائر الجيش الإثيوبي في خلال 3 أيام 37,000 جندي ما بين قتيل وجريح. حد يقيم لي حروب بهذا الحجم ومعارك بهذه الحدة يمكن أن تقول عليها إنها مجرد حرب عصابات أو مواجهات بتاع جبهة واحدة والسلام عليكم. طبيعة الحرب اختلفت، طبيعة المواجهة اختلفت، نوعية الأسلحة التي تم إشراكها في القتال اختلفت تماما. هذا النوع من التحدي هو اللي يدفعك. المسألة هذه التفكير العسكري الصرف أو المعايير اللي أخذت عسكريا والصرامة هي جت نتيجة ظروف معينة كانت تفرضها حالة المواجهة مع العدو الإثيوبي. أضف إلى ذلك ملاحظة مهمة جدا، إنه العنصر الواعي، العنصر الذي حاصل على مستوى معين من التعليم كان فقد. يعني العناصر اللي بدأت تلتحق بالتنظيم أو التنظيم كان يلحقها نتيجة هي اللي متوفرة في سوق الريف الإريتري، كانت من أكثر المناطق تخلفا في المجتمع. فهذه النوعية لا يمكن أنك تثير قضايا سياسية ذات وزن. أنا أذكر في تاريخ الجبهة الشعبية في فترة السبعينات كان عملية حتى في التثقيف السياسي، حتى في النقاش العام، كان التمييز بين الموقف الروسي والموقف الصيني، وأي أكثر نقاء للنظرية الماركسية، هل هم الصينيين أم السوفييت. ناس كانت فاضية تحلل. لكن هذه الفئة الاجتماعية الأكثر استنارة، أنا دائما أكرر في كلامي أقول أنه أنتم دفعتم أكثر القوى الاجتماعية حداثة في المجتمع. كلف خلق هذه الفئة الحديثة استعمارين، اللي هو الاستعمار الإيطالي والاستعمار الإثيوبي. أنت عشان تخلق قوى اجتماعية حديثة أنت بحاجة إلى 3 أجيال في أقل تقدير. بطريقة إحصائية دقيقة. أنا حأخذ نموذج الإعلام باعتباري كنت أقود الإعلام. أنا استلمت الإعلام في السبعينات وكان فيه 128 أعتقد ولا 132 خريج جامعي بمعايير هايلي سلاسي، معظمهم درسوا في أوروبا وأمريكا. هذه كانوا الأعضاء بتاع الإعلام.
الصف التاسع والثانوية العامة هذه كانت تؤخذ على أساس حنوظفه إيش وحنعمل بو إيش. سنة 1984 أو 83 بعد ما يسمى شاتشاي ورار وسلحته وإلى آخره، بقى من 132 فقط 23 عضو، البقية الله يرحمهم شهداء. هذه خسارة فظيعة جدا. أنت تتكلم عن تنظيم وقواه السياسية، يجب أن تتكلم عن المكون الاجتماعي لهذا التنظيم، وهنا خطأ يقع فيه كثير من المحللين أخواننا اللي أسمع كلامهم ويثيروا قضايا. فالمسألة في غاية النسبية. متابعة لكي تكمل فكرتك بشكل أوضح للمستمع، يعني هنا يعني يمكن أن يكون النقطة يعني لها يعني هدف موضوعي، بحيث أن استشهاد يعني القادة أو المؤسسين للجبهة الشعبية الذين كانوا يمتلكون ملكات وبعد نظر وقدرات سياسية في وقت مبكر من عمر التنظيم، بالإضافة للفراغ الذي كما قلت لنا قبل قليل عبئ بطبقة اجتماعية أو مجموعة هي أقل وعيا سياسيا أو غير متعلمة. هل هذا جعل من يعني السياسة فورقي اليوم وفي تلك المرحلة أكثر وعيا لأن يستغل هذا الوضع وأن يلعب أجندته السياسية في ذلك الوقت، أم أن كل هذه الطموحات وكل هذه الألاعيب ظهرت في وقت لاحق من عمر التنظيم أستاذ أحمد؟ أنا أعتقد في مبالغة في فهم هذا الرجل كان عنده دور لا ينكر، سياس صاحب دور في الكفاح المسلح بغض النظر. نحن يجب ألا نعتمد على سياسة متى نحب واحد نوصله إلى درجة الآلهة ومتى كرهنا الواحد هذا انزلناه إلى أسفل السافلين. هذه تجي في سياق تاريخي. أنا الرجل لا أسميه أنه كان متآمرا، بالعكس هذا الرجل كان له دور، كان له تصور، كان له مشروع. صحيح في الجبهة الشعبية في خصوصية معينة، وكثيرين هذه الخصوصية يفسروها بطرق عجيبة. الجبهة الشعبية كان نسبة أبناء قومية التجرينية هي أعلى نسبة. من أين أتت الديكتاتورية؟ أخواننا المسلمين اللي يأخذوا حجة أنه والله هذا تنظيم مسيحي، الواحد يسأل عن غيابهم، هم كانوا غايبين فين؟ حد رفض أنه يجندهم حتى يفرضوا نفسهم في الواقع أو واقع التنظيم نفسه؟ ففي أمور موضوعية يجب أخذها بعين الاعتبار. أولا التنظيم وتركيبته كان 80% تقريبا 75% تقريبا من أبناء قومية التجرينية. والقريبة في الأمر أنه هذه القومية، وعايز أقولها للتاريخ وللأمانة وأنا غير مستفيد من أي شيء، أعرف عن ماذا أتحدث. قومية التجرينية سوى الجناح الرجعي منها والجناح التقدمي منها والجناح الوسطي منها وإلى آخره، في الصراعات اللي جرت داخل إطار الجبهة الشعبية يمكن أكثر القوميات التي دفعت ثمن داخل الجبهة الشعبية. يعني مثلا لما يقولوا جبهة التحرير في فترة الستينات، أنا أعتقد في فترة الستينات وجبهة التحرير والعلاقة مع أبناء القومية الذي كانوا يلتحقوا بالثورة كانت نتيجة انعدام الثقة، وهذه الظرف موضوعي يعني الواحد ما يبالغ حتى فيه إذا حدثت أخطاءات في أبناء قومية التجرينية. ولكن معاناة هذه القومية والصراع الذي دار داخلها كان داخل إطار الجبهة الشعبية. أنت لا يمكن أن تفصل شخصية إسياس عن هذا الكونتست. إسياس كان الرجل الأكثر واقعية في فهم الواقع. مثلا حركة 73 أنا أعتبرها حركة تتعلق بقومية التجرينية. لو لم تكون هناك قومية التجرينية لما أتت حركة 73 نعملها نحن المسلمين، لأنه من أنتج حركة 73 ما يسمى بالمنكع هو مستوى التطور الاجتماعي داخل إطار قومية التجرينية.
وهذه مسألة صنعها التاريخ، وتفاعلات كثيرة أدت إلى هذه المسألة. فلما نشوف النسبة الكبيرة من بعض المثقفين أو من الطلبة الذي التحق بالثورة كان اتجاههم أو هواهم يمشي مع حركة 73. إسياس وجماعته بحكم تجربة الستينات وفهمهم للواقع أكثر كانوا أكثر موضوعية في إدارة الصراع مع هؤلاء الناس. لذا إيش قصدي أنا؟ قصدي أنه إسياس لم يأتي من فراغ حتى يفرض نفسه، ولم يكن أكثر ذكاء من الآخرين حتى يصنع لنفسه ديكتاتورية. في سياق تاريخي أدى إلى هذا، انسجمت مع حاجة اسمها طموحاته، بالذات البلد لما تحرر والمسألة ما عادت قتال وأمور من هذا النوع، ينفرد بالسلطة فلعبها صح. فقصة إسياس صحيح لما أقول أنا جماعة G15 لعبت دور في صناعة هذا الصنم. صوت المنتدى. استمرار عمليات هدم منازل المواطنين في أسمرة، وحملة اعتقالات جديدة تطال قادة عسكريين، والحكومة السودانية تتصدق على نظام أسمرة. إلى التفاصيل. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى من العاصمة أسمرة أن النظام يقوم بحملة اعتقالات مسعورة طالت قادة عسكريين برتب عليا ووسطى من الذين ظل يستخدمهم في تنفيذ سياساته القمعية، حيث قامت أجهزة العصبة الاستبدادية في بحر هذا الأسبوع باقتحام منزل العقيد أسرات بلاي، وآخر لم يتسنى لمصادرنا التعرف على اسمه، واقتادتهما من منزليهما في حي سبيس 2001 إلى مكان مجهول. وأضافت المصادر أن العقيد أسرات بلاي قام بإطلاق النار على الأشخاص الذين داهموا منزله وهم يرتدون ملابس مدنية، وأصاب أحدهم بجروح بليغة قبل أن يتم القبض عليه أثناء محاولته الهروب من قبل مجموعة مسلحة أخرى كانت ترابط خارج منزله. هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للعنصر المصاب في مستشفى حليبت، ومن ثم نقل على وجه السرعة إلى مستشفى إينايل العسكري لتكملة العلاج. ويذكر أن رئيس العصبة الذي يعاني من هاجس الخوف والقلق الشديدين من المقاومة التي تتزايد في الداخل على سياساته الرعناء أمر خلال الأيام القليلة الماضية باعتقال 20 مسؤولا كانوا مجمدين منذ فترة من مهامهم بحجة أنهم يبيتون النية لتصفيته، وزج بهم في قسم التحقيقات الجنائية بسجن كارشيلي. تقوم سلطات زمرة إسياس أفورقي منذ يوم الخميس الفائت 24 من سبتمبر بهدم بيوت المواطنين في حي غودايف بالعاصمة أسمرة، وقد تمت هذه العملية في نفس الوقت الذي كان يستعد فيه سكان الحي للاحتفال بالمناسبة الدينية السنوية المعروفة محليا بنقدت، والتي جرى الاحتفال بها أمس الثلاثاء في أجواء كئيبة، وازداد المشهد قتامة وكآبة بمنظر عشرات الأسر التي ظلت لأيام وليالي طويلة تبيت في العراء تفترش الأرض وتلتحف السماء. هذا وقد قامت سلطات زمرة إسياس بهدم منزل إحدى النساء مع كامل ممتلكاتها بسبب رفضها إخراج أي شيء من أمتعتها. وعلى صعيد آخر أبلغت سلطات زمرة إسياس المواطنين أن عليهم أن يقوموا بهدم بيوتهم بأنفسهم، وإلا سيدفعون تكاليف هدمها إذا قامت سلطات البلدية بذلك. وتأتي عمليات الهدم والتكسير هذه تماشيا مع سياسة التضييق على أبناء الشعب الإريتري بغرض إلهاء السكان عن التفكير والمطالبة بتطبيق الدستور وحكم القانون. قدمت الحكومة السودانية منحة عينية تمثلت في 10,000 طن من الغلال والحبوب الغذائية، وذلك سعيا منها لدرء الفجوة الغذائية الحادة التي يتكتم عليها نظام عصابة أسمرة. وقد بدأت شحنات المعونة السودانية للنظام في الوصول إلى إريتريا يوم الاثنين الماضي 28 من سبتمبر.
هذا وقد تسبب سوء تصرف زمرة أسمرة في المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمواد الغذائية ورداءة التخزين في تلف كميات ضخمة كان يمكن أن تغطي احتياجات إريتريا حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى أن فشل الموسم الزراعي بسبب عدم تواجد المزارعين في حقولهم نتيجة لسياسات التجنيد الإلزامي الرعناء وأسباب أخرى طبيعية متعلقة بشح الأمطار وموجة الجفاف التي ضربت المنطقة والتي احتاطت لها الحكومات المجاورة مسبقا، حيث تم ترشيد الصرف والتخزين اللازم للغلال والإعلان المبكر عن نذر الندرة في الحبوب الغذائية. بينما تعاملت العصابة الحاكمة في إريتريا كعادتها بمكابرة جوفاء جعلت الأزمة حقيقة واقعة، مما اضطرها لمنح بعض التجار الموالين لها امتيازات استيراد تلك الحبوب الغذائية بمبالغ طائلة جدا، مثل الامتياز الذي حصل عليه التاجر حامد عبد الله إدريس وهو أحد واجهات شركة البحر الأحمر لشراء قمح وذرة من سوق المحاصيل بولاية القضارف السودانية، الشيء الذي كشف نفاذ المخزون الاستراتيجي ودفع الحكومة السودانية لتقديم المنحة التي اعتبرها بعض المراقبين إحراجا متعمدا قصدت الحكومة السودانية منه توصيل رسالة لنظيرتها الإريترية بأن مثل هذه الصفقات الكبيرة والهامة كان يجب أن تتم بين الجهات المعنية مباشرة بدلا من استخدام الوسطاء ومحاولات اللعب تحت الطاولة. اعترفت قيادة الشرطة الإريترية بواقع العجز التام الذي تمر به قواتها، حيث لا تملك مركبات للطواف والنجدة فضلا عن التدخل السريع عند الطوارئ. جاء هذا الاعتراف خلال اجتماعاتها لتقييم الأداء الشرطي للربع الثالث لهذا العام التي انعقدت بأكاديمية الشرطة بمدينة دق محري في 21 من شهر سبتمبر. كما صرحت قيادة الشرطة بتناقص عدد قواتها بسبب الهروب المستمر والغياب غير المبرر وشح الإمدادات والتعيينات اللازمة لمعيشة الحراس والمحتجزين في مختلف القضايا، وعجز وحدات شرطة مراقبة المرور لتعطل مركباتها وانعدام قطع الغيار وتجميد مجمل الأعمال الإدارية لشح الأدوات المكتبية وعدم توفر الكهرباء في ساعات الدوام. وبالمقابل تفشت الجرائم والتجاوزات وعمت الفوضى وأصبحت قوات الشرطة غير آمنة حتى على أرواح منتسبيها. هذا واستعرض التقييم الربع السنوي نوعية الجرائم المسجلة خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، والتي اشتملت على جرائم السرقات والمداهمات في المنازل والنهب المسلح والقتل والاختطاف والسطو والتهريب والاغتصاب ومخالفات قانون المرور. وخلص اجتماع قادة الشرطة إلى أن الوضع لا يحتمل التأخير ولا بد من توفير المعينات اللازمة حتى تقوم الشرطة بالدور المنوط بها. كما ناشدت قيادة الشرطة الهيئة القضائية والنيابة العامة بتعجيل الإجراءات الخاصة بالمحتجزين كجزء من الحلول اللازمة المتعلقة بضرورة توفير الحراسة الآمنة والإعاشة اللازمة. تفيد الأنباء الواردة إلينا من معسكر ساوى للتدريب العسكري بأن مدرسة وارساي كألو بالمعسكر تعاني من نقص حاد في المعلمين، وذلك لعدم التحاق نصف العدد الذي أجبر على قيادة العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، مما دفع إدارة المدرسة إلى إسناد مهمة التعليم إلى عدد قليل من المعلمين، مما يشكل ذلك عبئا كبيرا على المعلمين والطلاب في آن واحد، ويؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية برمتها. ولحل هذا الإشكال يقوم وزير تعليم العصبة الحاكمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية باقتياد المعلمين الذين لم يلتحقوا بالمدرسة خلال العام الدراسي الحالي إلى ساوى. ويذكر أن العملية التعليمية في بلادنا تعاني منذ فترة من منهج ارتجالي لا يراعي الظروف الموضوعية والذاتية التي تصاحبها، وإنما وضع على أساس مزاج ورغبة رئيس العصبة المتمثلة في تدمير مقدرات البلاد الوطنية بأي شكل من الأشكال. فمنذ تأسيس ما تسمى بمدرسة وارساي كألو وحصر السنة الأخيرة للمرحلة الثانوية في معسكر التدريب العسكري بساوى بدأ تفريغ التعليم من محتواه، حيث أصبحت هذه المدرسة مفرخة للجهل واللامبالاة وفقدان الأمل ووكرا للاختلاط، فضلا عن اقتياد المعلمين إلى برنامج التدريب العسكري ضمن ما يسمى بوحدات الجيش الشعبي،
حيث كان لهذا البرنامج نتائج سيئة على التعليم نتيجة لعزوف العديد من المعلمين عن مزاولة عملية التدريس والبحث عن وسائل أخرى لكسب العيش وإعالة أبنائهم بعيدا عن مهنة التعليم الجليلة، بعد أن أصبحت في بلادنا مهزلة تدمي القلوب عكس حالها في بقية دول العالم التي تحظى بمكانة رفيعة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.